السلام عليكم خوتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. غادي نشاركوا معكم في هذا الفيديو اخبار ساره ولعشاق زيت الزيتون وللمغاربه. فراح ينخفض اسعار زيت الزيتون في كاع مناطق المغرب ل20 درهم. غادي نشارك معكم السبب اللي غادي يخلي هذا العام يوصل الزيت ديالنا ل20 درهم، وكذلك غادي نشارك معكم الاسعار الحاليه في الاسواق المغربيه وعند الفلاحه بالنسبه لمنطقه راس الجيري والمهايه والحاجب اللي تابعين لمدينه مكناس بتاريخ 12 شهر 12 2025. فقبل ما نبداو خوتي ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا خاصيه الجرس باش توصلوا دائما بالجديد في مواضيع الزيتون في بلادنا. وغادي نشاركوا معكم كذلك شحال كيعطي القنطار من لترو ديال الزيت. فاخوتي غادي نبداو في الاول شنو هما الاسباب اللي غادي يخليو الزيت ينخفض الاسعار ديالو في بلادنا ويوصل حتى ل20 درهم. هذا يعني اي واحد تمشي تقول له الزيت هذا العام توصل 20 درهم، اكيد الناس اللي ما مختصينش وما راهمش حاليا في الميدان وعارفين شنو راه صاري، فغادي يقول لك مستحيل انه الزيت يوصل في بلادنا المغرب ل20 درهم لانه عمره ما وصل لهذا الثمن. ولكن اخوتي على حسب الاخبار اللي راها حاليا يعني كاينه في عند الناس المختصين، ماشي مواقع التواصل الاجتماعي لا في الواتساب ولا الفيسبوك، اكيد الناس كتزيد في الهضره ويعني كيكون الكثير من الاشاعات، ولكن هاد الهضره كاينه من عند الناس المختصين واللي كيفهموا في الزيتون وهما هذه هي يعني الخدمه ديالهم. فالسبب اللي غادي يخلي الاسعار تنخفض ديال زيت الزيتون في بلادنا هاد سنة 2025 هو انه التصديرات اللي مشات لاوروبا كلها رجعت، يعني اوروبا رفضات الزيت ديال المغرب هاد العام للاسف. فهو يعني ممكن نقولوا للاسف لانه اكيد هذا الاقتصاد ديال البلاد، ولكن يعني الحمد لله حيتاش المسكين هاد العام ولد البلاد غادي يستافد من هاد الخيرات. فهذا هو السبب اللي كيقولوا الناس اللي مختصين في الزيتون واللي يعني كيبيعوا الزيتون انه ممكن يوصل الثمن ديال الزيت في شهر واحد حتى ل20 درهم، بسبب انه اوروبا رفضت هاد الزيت ديال المغرب لانه طبعا كاين واحد التصديرات اللي كبيره. فاذا يعني اوروبا رفضت هاد الزيت فكل الخيرات البلاد غادي ترجع للبلاد، فلهذا ممكن الثمن هذا العام ان شاء الله يوصل لهاد الاسعار. كما ان الاثمنه اللي كاينه حاليا حتى هي ما شاء الله يعني يعني كاين واحد الاختلاف كبير مقارنه مع العام اللي فات اللي كان واصل لتر ديال الزيت 120 درهم، فهاد العام تقريبا راه وصل يعني فات النص ديال العام اللي فات. اما بالنسبه للمردوديه يعني شحال راه كيوصل الزيتون البوري، فكاين جوج انواع. كاين هذاك الزيتون البوري اللي كيكون يعني يابس هكا كيكون مكمش، فهذاك الزيتون كيعطي تقريبا ما بين 12 حتى 11 لتر، لانه هذاك الزيتون ما فيهش زيت بزاف، واخا هو بوري وما مسقيش، ولكن ملي كيكون مكمش بزاف فهذاك النوع ما كيعطيش الزيتون الزيت بزاف، كيعطي ما بين 12 حتى 11 لتر. اما بالنسبه للبوري اللي كتكون الحبه يعني فيها هكا كتبان مزيانه، واخا حتى هو ما كيكونش واحد الحب كبير، ولكن كتكون يعني بالنظره كتبان لك مزيانه وكيكون ماشي مسقي وبوري اصلي، فهذا عطى الناس 18 لتر في هذا الاسبوع طحنوا. اما بالنسبه للاربيكوين فتبارك الله الاربيكوين كيعطي النسبه واصله حتى ما بين 20 حتى 22 لتر، ولكن اكيد الجوده منخفضه على الزيت ديال البوري ولا الزيت اللي كيكون يعني خرجناه من الزيتون الحر. فلهذا ممكن انه الناس تاخذ الاربيكوين، ولكن راه كتكون الجوده ناقصه، وحتى يعني في المذاق يعني كاين الناس اللي كتبغي داك المذاق الحر اللي ملي كتحس به في الحلق ديالك، فالاربيكوين لا كيكون واحد المذاق اللي خفيف بزاف. اما بالنسبه خوتي الاثمنه اللي كاينه حاليا في مدينه مكناس والنواحي ديالها بحال منطقه راس الجيري وكذلك المهايه الحاجب، فوصل زيت الاربيكوين ما بين 35 درهم حتى 40 درهم، والزيت ديال الزيتون الحر البوري وصل ما بين 48 درهم حتى 55 درهم. اما بالنسبه للزيتون الاربيكوين وصل ما بين 3 درهم حتى 3 درهم ونص، والزيتون الحر ما بين 5 درهم حتى 6 درهم ونص. هذه هي الأثمنة الجديدة في منطقة رأس الجيري ومهايا والنواحي ديال مكناس، يعني مدينة مكناس والنواحي ديالها بالكامل. فغوتي وصلنا إلى نهاية الفيديو، ما تنساوش تدعمونا بلايك لا فيديو والاشتراك في القناة باش توصلوا كاع الجديد. أكيد غنشاركوا معكم كل مرة منطقة جديدة ومدينة جديدة من المغرب.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.